بعد معاينة مسرح الجريمة تبين أن الجثة تعود لجنس أنثى عليها آثار حرق. قمنا بالمعاينات اللازمة، قمنا برفع بعض الأدلة والآثار باش نرسلوها للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام البوشاوي. هناك آثار تسع حضارات لقيناهم، يظهر لي باللي مسرح الجريمة هذا راه مسرح جريمة ثانوي، لازمنا نبحثوا على مسرح الجريمة الرئيسي. الأدلة باش نسلمها لقائد الفرقة. سلم العينات لقائد الفرقة، وإذا ممكن يدخلوا مصالح الحماية المدنية باش يرفعوا الجثة. بالإمكان يدخلوا مصالح الحماية المدنية باش يرفعوا الجثة. مباشرة بعدها تم إرسال الدلائل المرفوعة من مسرح الجريمة إلى معهد الأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي في العاصمة من أجل إجراء الخبرة العلمية عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اجتمعنا كما هو معلوم بخصوص جريمة القتل اللي صارت في الغابة المحاذية لطريق ولائي رقم 12. قضية غامضة كانت كافية لعقد اجتماع مع المحققين على جناح السرعة وضبط خطة عمل لحل شفرتها. على قائد الفرقة المساعد توسيع التحقيق والتحري في القضية بالبحث في فائدة العائلات، وكذا تنشيط عنصر الاستعلام بخصوص القضية. على قائد فصيلة الأمن والتدخل رقم 2 بالنيابة البقاء في جاهزية، وكذا تدعيم أفراد الفرقة في حالة طلب ذلك. مفهوم؟ مفهوم. تفضلوا. انطلق رجال الدرك الوطني في التحقيق. البداية كانت بالبحث في فائدة عائلات المفقودين. بعد البحث والتحري تم استدعاء امرأة يشتبه فيها أنها أخت الضحية للاستماع لأقوالها. استدعيناك على أساس البحث في فائدة العائلات اللي درتوه بخصوص الأخت تاعك، وراهي كاينة جثة لقيناها في حاليا راهي متواجدة. هي أختي مش باينة حاليا، مش باينة، راهي متواجدة حاليا في المستشفى. من المحتمل تكون المفقودة. تقدري تتنقلي معنا، بالك ممكن تقدري تعرفي عليها. نروح هي